السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في كويزين أم جليل. حبيبتي، هذا الفيديو إن شاء الله يلقاكم مهنيين ومرتاحين وبصحة جيدة، آمين يا رب العالمين. اليوم حبيت نشارك معكم هذه الغريبية، يعني خصوصا المبتدئات اللي ما عمرها ما دارتها تتبع الطريقة، وعطيت لكم ونعطيكم مقادير مضبوطة يعني تنجحوا فيها 100%. وفريمون زدت لها واحد الإضافة، عطات لها بنة على بنة وجات ولا أروع. إن شاء الله تبعوا هذه الطريقة وتنجحوا فيها بإذن الرحمن الرحيم. وقبل ما نبدأ الفيديو حبيبتي، كما تعودنا دائما وأبدا ما ننساوش نصلوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. فوالا، هنا وش عندي في هذه الغريبية أحبائي؟ عندي الفرينة حسب الحاجة، عندي عبر تاع سكر كلاس، عبر الزيت، وعبر تاع السمن وبيان لا مارغارين كيما تحبوا. عندي هنايا مغرفة صغيرة تاع قهوة تاع خميرة الحلوى، قرصة تاع الملح، وعندي الجلجلان. وهذه اختياري، هذه اللي عندها دير، اللي ما عندها ما تديرش، ماشي ما عندهاش ما تديرش. هذه زبدة الفول السوداني، هاي لكم على زبدة الفول السوداني، هذه اختياري انا. كوم عندي راح نديرها، مي تعطي بنا ما شاء الله. واللي ما عندهاش معليش تكتفي بلي زاغوم اللي حدير، كيما الجلجلان تاني راح يعطيها بنا ما شاء الله. دوكا نبداو في وعندنا تاني هنايا نديرو لافاني، فوالا نديرو لها شويه تاع لافاني كو سوسوا سائله او بودر. دوكا نبداو مباشره في عمليه التحضير. فوالا نبداو نحطو السمن تاعنا في الغيسيبيون، والسمن ها هو دايب بصح ماشي دايب بزاف. فوالا عندي الزيت، انا عبرت بهذا المكيال، وانتوما عبروا باش حبيتوا. اللي تحب دير كونتيتي كبيره دير بول كبير. المهم انايا حندير كونتيتي غير صغيره يعني للقهوه اليوميه. سكر كلاس، عفوا هنا سكر كلاس نغربلوه هكا باش ما يكونش فيه لي غريمو، هو يذوبو بصح من الاحسن الواحد يغربلوه، يعني ما خاسرين والو كي نغربلوه. فوالا باسكو على بالكم سكر كلاس كي يكون في الدار مطول شويه يدير لنا هذوك لي غريمو. فوالا هكذا باش نسهلوا الاخر باش يذوب لنا بالخف. نديروا القرصه تاع الملح، نزيدوا الكميه تاع لافاني، ولا حوالي ملعقه صغيره. عندي حوالي ملعقه تاع الفول السوداني، هذه عقدة الفول السوداني، هذه اختياري. قلت لكم اللي ما عندهاش تقدر ما ديرهاش، ماشي لازم ديروها. فوالا انا برك حبيت نديرها باسكو عندي في الدار، حبيت نستعملها باش ما تفسدليش بيان سور. مي تعطي بنه ما شاء الله، تعطيكم البنه مع الجلجلان وهذه زبده الفول السوداني، تزيد طراوه الغريبيه ديالنا، وتعطيها بنه تاع الفول السوداني، فريمون تعطي بنه ما شاء الله. ودوك راح نضرب كل شيء بالباتور، ومن بعد نعاود نولي لكم. فوالا هنا بعد ما ضربتهم مليح، شوفوا يولي قوام كريمي، نرميلو هذاك الجلجلان، نديرو الكاس الاول تاع الفارينه، العبر الاول،
ونديرو معاه الخميره. ونزيد الكاس الثاني، ونزيد العبر الثالث، وهذا العبر الرابع نخليه قدامي معمر ونخليه. دوكا نحرك، نفوت نخلط بلا ماريس، من بعد ندخل يدي هكا باش نعرفوا القوام تاع العجينه كيفاش راح يكون. وهنا دات لي 4 كيسان ونص تاع فرينه. ما لازمش يكون طري بزاف وما لازمش يكون يابس بزاف، باسكو الا جاتكم طريه بزاف طيح لكم، ولا جاتكم يابسه تجيكم، ولا نشفتوها بزاف تجيكم يابسه. يعني كي قلت لكم طيح لكم في الفوق تحبط، واذا كانت جاريه تحبط، ولا كانت يابسه تجيكم بيان سور قاصحه ما تجيش بنينه. فوالا دوكا نكمل نشفها ونقول لكم شحال دخلت لي فيها الفرينه. شوفوا هنا القوام تاع العجين كيفاش جا. شوفوا ما راه ناشف بزاف، ما راهو مطلوق بزاف. شوفوا فوالا هاوليكم. فوالا هاديكم. انا راني نوزن فيهم 35 غرام، يعني نديرهم متوسطين، ما راهم كبار بزاف ما راهم صغار. فوالا هاي لكم 35. نزيد حبه تانية. فوالا هاي لكم 35 غرام. نوزن باش يجوا كاع الحبه. فوالا بعد ما نوزنهم هاكش نخدمهم. شوفوا كيفاش يجوا. حبيت ندير لا فورم تاع زمان. هاي لكم الغريبيه، مانيش حابه نديرها هنا الفوق تجي مقبه بزاف، مي هكا باش ندير لها القرفه. فوالا نزيد معاكم حبه تانية. نخدمو غير بهادو هكذا، ومن بعد نسقمهم هكا. فوالا هاي لكم. انا نكمل الغريبيه تاعي وراني شعل الفوغ على 180 درجه. نديرهم يطيبوا ما قبل الاخير. ليطاج اللي تجي قبل من الفوقاني كاع تجي لي تحتو، تما نديرهم ونخليهم يطيبوا. نعاود نحبط كي يسخن الفوغ مليح، نعاود نحبط له 170 درجه ونخليهم يطيبوا بعقلهم. ومن بعد كي يطيبوا لي من تحت وينشفوا، نعاود نحبط السنيوات تاعي لتحت كاع، وندير لهم ونشعل لهم من الفوق، باسكو انا الفوق تاعي ما يشعلش من الفوق ومن التحت لافوا. الوغ نعاود نحبطهم لتحت ونشعل لهم الفوق من الفوق، يا ربي واحد دقيقه با بليس، بعض ثواني، قيس ما يتفلقوا شويه ويعطونا ماشي تحميره بزاف، يعني يتحمروا غير حاجه قليله ونحيوهم. ومن بعد نوريهم لكم، نكمل نوري لكم. دوكا هنا نديروا القرفه في هذا المرحله باش نديروها طيب. الفوق تاعي راه يسخن، سخن نورمالمون، غير بديت الوصفه كنت شعلته. فوالا كي تلقاو هكا وحده شويه ماسيه عاودوا سكموها، باسكو عباك نكونوا نكوروا فيهم نزربوا شويه. الوغ كي تكونوا قبل ما ديروهم طيبوا فيريفيو، شوفوا اللي معوجه شويه سكموها باش يجوكم شابين. ولا الغريبيه تحب القرفه بزاف، تحب القرفه.
فوالا هاي لكم الغريبية بعد ما طابت. وانا كنت قبل ما نطيبها كنت درتها واحد 5 دقائق في الفريجيدير باش تحكم لا فورم تاعها. ودوكا بعد ما طابت ما نمسوهاش هكا سخونه، خلوها تبرد باش نديمونطيوها من هاي راني شديتها بصح وشنو راهي فخاجل ما تقديش تمسيها. الوغ نخليها تبرد ومن بعد نديموليها ونوريها لكم في طبق التقديم. فوالا احبائي الغريبيه ديالنا كيفاش جات فريمون طابت ما شاء الله، وجات هشيشه ما تقدروش تمسوا الحبه. وشوفوا الطياب تاعها كيفاش، هاي ليكم من تحت ما طابتش حمراء بزاف، يعني هاي لي غير تاخذ تحميره خفيفه. نشوفوها نشفت نطفيو عليها وشوفوا كيفاش جات مفلقه. شوفوا هنايا كيفاش جات مفلقه، هذا دليل على انها ناجحه. فوالا هاي ليكم. وش نقول لكم حبيباتي، يعني بمقادير بسيطه. واش عندك في الدار ديري حاجه اللي تسلكي روحك بها. اذا كان عجبكم الفيديو ديروا لايك لايك ديروش عليا من العيا راني نلاشي ديروا لايك وابونيو وتفعلوا الجرس اللي مازال ما تفعلتش الجرس. ونقول لكم بلي هاد الغريبيه جات فريمون في غاية الروعة على حقها وطريقها كما يقولوا اخواننا المغاربة. بالمناسبة نحييهم ونرحب بهم في قناتي، كاين يوم يتفرجوا فيا من تونس ومن المغرب الاشقاء. نقول لكم مرحبا بكم في كويزين ام جليل، واهلا وسهلا بكم ودار داركم وكلنا خاوه. حبيبتي اذا كان كما قلت لكم اللي ما تفعلتش الجرس تتفاعلوا، والجدد اللي دخلوا تاني نقول لهم اهلا وسهلا بهم. ودكا واش نقول لكم حبيبتي، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كثروا لي لايك حبيبتي، كان يعجبكم الفيديو كثروا من لي لايك هكا باش تمشي لاشين باش تطلع، باسكو كي عندي بزاف ما حطيتش لي فيديو. اليوتيوب كي بحال راهي عاقبنا قال لك لازم تعاودي ديري لي 4000 اور، لازم 4000 ساعه باش لاشين تاعي تطلع وتمشي. الوغ اذا كان يعجبكم المحتوى تاعي من فضلكم عاونوني وكثروا من لي لايك وسيو البارطاج لو ماكسيموم هكذا باش تعمل فائده للجميع. انتم تستفادوا وانا ايضا نستفاد وتطلع لاشين تاعي. ونقول لكم حبيباتي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.